الحمام المغربي مش بس للعرايس، خليكي دايما عروسة وتعالي اقولك ازاي تعملي حمام مغربي بسعر كويس جدا ونفس نتيجة البيوتي سنتر. ويلا بينا نعمل احلى حمام مغربي من لافيجا ستور. لافيجا ستور عاملين مجموعة حمام مغربي تجنن. اول حاجة وهي الليفة المغربية، تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. بنحطها بقى في مية دافية او مية سخنة شوية كده ونسيبها علشان هنستخدمها دلوقتي. تعالى اقول لكم جربت ايه من عندهم. اول حاجة السويت السوداني. السويت السوداني ده يا جماعة تحفة. ده بيكون سويت سوداني معجون بالدلكة والبنج وزيت الصعد والخمرة. ريحته بقى فظيعة، ريحته كده عود، فبيشيل كل الجلد الميت وبينعملك الجلد جدا جدا جدا. وطبعا ريحته حلوة قوي يعني بتفضل في الجسم، بيفضل الجسم محتفظ بريحته لان ريحته فظيعة جدا جدا. تعالوا بقى نعمل الحمام المغربي. اول حاجة الصابون المغربي بالعقر الفاسي، ده بقى تحفة. ده بيخلص الجلد وبيخلص الجسم عموما من جلد الوزة وبيشيل الجلد الميت. وعايزة اقول لكم بينعم الجلد جدا 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 وبيدي كده نضارة مش طبيعية. بنفرده بالشكل ده. طبعا احنا بنكون الاول واخدين كده شوية بخار من الحمام السخن اللي احنا جواه، فالجلد بيكون مستعد للحمام المغربي. بنحط الصابون المغربي ونسيبه كده ربع ساعة، وبعد كده بيكون بدأ معانا كده يعمل المفعول بتاعه. ده ريحته اصلا يعني عارفين بقى لو صابون مغربي بالعقر الفاسي فظيع. تعالوا بقى بعد كده نشوف ايدينا. كل مرة هتشوفوا قد ايه ايديا بتنور، نتيجته كانت فظيعة. نيجي بعد كده بعد ما غسلنا ايدينا نبدأ بقى بالليفة المغربية اللي كانت محطوطة في المية. نبدأ نفرك بيها الجسم كويس جدا جدا. طبعا انا بطبق على ايدي، الكلام ده بقى بتعمليه على الجسم كله، فالنتيجة بتكون حقيقي مبهرة. بتلاقي بقى الجلد الميت كله وكل البقايا اللي في الجلد بدأت تقع معاكي. بعد كده بقى الدلكة السوداني دي بقى في حتة تانية، وخصوصا من لافيجا ستور هتلاقوا عندهم احلى دلكة سوداني. دي بتعمل نعومة وتعطير ونظافة مش طبيعية. بناخد منها كده، هي بتبقى كور كده، بناخد كورة او اتنين وبنخلطها بمية ورد او بمية عادية، بس الافضل مية ورد. تعالوا بقى اقول لكم فوائدها. بتزيل الجلد الميت، بتنعم البشرة بشكل سريع، بتخلصك من الاسمرار والبقع الداكنة. ده غير ان هي بتعمل تنشيط في الدورة الدموية وبتشد الترهلات وبتأخر نمو الشعر. هتلاقوا احلى من كده ايه؟ حقيقي لافيجا ستور عامله لكم احلى دلكة سوداني. بصوا بقى كده بناخدها وبنفردها على الجسم بالشكل ده. بعد لما بنسيبها بقى شوية بتبدأ تنشف، وبنبدأ نعمل سكراب بيها للجسم. يعني هي كده بدأت خلاص بقى، لسه حطاها بنسيبها من 10 دقايق لربع ساعة، بتبدأ تنشف. وبعد كده بتبدأي تفركي الجلد بحركات دائرية أكنك بتعملي سكراب. نتيجتها بتكون مبهرة، بتكون حلوة جدا جدا. كل مرة هتلاقوا ايديا بتنور اكتر واكتر. حمام مغربي رهيب من لافيجا ستور. بعد كده بقى هنبدأ التبريمة. التبريمة عندهم فظيعة، 21 عشبة مغربية وثلاث انواع من الاملاح. دي بقى بتصفي الجسم وتنقيه جدا جدا جدا. ده غير ان هي كمان بتحارب علامات تقدم السن. بناخدها وبنخلطها برضو بمية ورد، وبتبدأ تعمل معانا زي ماسك كده زي ما انتوا شايفين. وبتكون على فكره ريحتها فظيعه، وانا بعملها كنت بشم ريحتها كده، تحسوا كده ان هي ريحتها اعشاب حلوه قوي. دي بقى بتزيل الكلف بعد الولاده خصوصا، ونعومه ونضاره مش طبيعيه. نتيجتها فوريه في تبييض الجسم وبتوحد لون الجسم جدا. فظيعه فظيعه. بنفردها بالشكل ده على الجلد. طبعا زي ما قلت لكم انا بطبق على ايدي، انتوا هتطبقوا بقى على جسمكم كله، فالنتيجه بتكون مبهره. وبعد كده برضو بنسيبها 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده بنبدأ نغسل الجلد، وفجأة بتلاقي ايدك بقت زي ما انتوا شايفين. في فرق ما بين الايد دي والايد دي، ده معناه ان كان في تفتيح فوري. تحسوا ان ايدي دي نورت والتانية لا، لسه بقى ما بقتش حلوة، محتاجة اعملها هي كمان. بصوا النتيجة كانت مبهرة مبهرة مبهرة. حقيقي منتجات لافيجا ستور تجنن. تعالوا بقى نكمل حلاوتنا بزبدة الجسم. بادي باتر فظيعة، ريحتها تجنن اصلا. شايفين يعني لونها عامل ازاي؟ بينك فظيع، حجمها كبير، ودي بقى اقوى من اي لوشن. ترطيب وتعطير رهيب، ريحتها بتلزق في الجسم بعد كل شاور وبعد الحمام المغربي طبعا. وبعد الشيفنج بتهدي جدا من الالتهاب وبتعالج جلد الوزه وبتقلل منه. هي بقى مليانه زبده شيا وفيتامينز ومعادن، يعني معادن كتير قوي، وبتنفع تستخدميها للاندر ارم وللمناطق الحساسه. زي ما انتوا شايفين الايد دي عماله تنور وبقى فيها نعومه مش طبيعيه. زبده الجسم من لافيجا ستور مش هتلاقوا عند حد تاني زيها. تعالوا بقى نعطر بقى جسمنا بمخمريه قمر جدا
لافيجا ستور عاملين مخمريه، انا كنت شويه وهاكلها، ريحتها يا جماعه تجنن. بصوا عارفين بقى اول ما بتفتحوا كده العلبه بتاعتها تحسوا بريحه فظيعه، هي تحسوها جل كده. بصوا فظيعه فظيعه، ريحتها قلبة على كاندي على سويتس، حاجه حلوه قوي قوي قوي، بتملى المكان. وكده انت جسمك بقى منور وكمان ريحته تجنن. نيجي على اخر حاجه وهي مسك الطهاره. بفكركم ان عندهم الاصلي، عند لافيجا ستور هتلاقي مسك الطهاره الاصلي ده بقى بريحه التوت. مسك الطهاره ده حاجه تحفه جدا، وطبعا ريحته بتكون ثابته جدا جدا، وبيكون حاجه تجنن، لازم يكون موجود عندك. حقيقي كل المنتجات اللي جربتها دي لازم كلكم تجربوها من لافيجا ستور. ده غير ان هم دايما عاملين عروض تجنن، وسايبالكم فوق لينك الصفحه بتاعتهم هتلاقوا عندهم عروض حلوه قوي. احلى حمام مغربي هتجربوه حرفيا هيكون من لافيجا ستور، سايبالكم اللينكات وهتتبسطوا قوي قوي من التجربه بتاعه الحمام المغربي وزبده الجسم من لافيجا ستور.